النهارده كان في ماتش ودي ما بين الاهلي وزد في التتش والماتش خلص 3-1 للاهلي. كل السوشيال ميديا غرقانه وبوستات وبوسترات وكلام وان الاهلي خسران 3-1. هي دي بقى الحرب النفسيه اللي انا بتكلم عليها واللجان القذره اللي انا بقول لكم عليها. خدوا بالكم عشان دي حرب نفسيه كبيره قوي. انا لقيت بلوجر اصلا اهلاويه بيعلنوا النتيجه 3-1 لزد وهي النتيجه 3-1 للاهلي. خدوا بالكم عشان الموضوع مش هزار، عشان اللجان القذره بتحارب وبتعمل حرب نفسيه بتاثر على جمهور الاهلي، وكل طلع ابتدى يشتم في الاهلي وجرى ايه يا اهلي وايه اللي انتوا بقيتوا فيه، حتى الماتشات الوديه بتخسروا فيها. انتوا متخيلين القذاره واصله لحد فين؟ لو فتحتوا السوشيال ميديا هتلاقي لحد دلوقتي البوستات اللي منزلينها وكاتبين فيها الكلام ده. طبعا عشان الماتش ما اتذاعش فلحقوا بسرعه اول ما الماتش خلص، قال لك قبل ما حد يعرف النتيجه نملى الدنيا، واللي يصدق يصدق واللي ما يصدقش ما يصدقش. يبقى عملنا حرب نفسيه واثرنا عليهم، وفي من الجمهور كتير قوي بيصدق. فخدوا بالكم. الاهلي يفوز على بدلاء زد 3-1. مش عارف انا مين اللي طلع موضوع ان زد اللي فاز ده، غريبه. يا ولاد خالتي مباراة الاهلي الودية اللي احنا قلنا ان هي خلصت لزد 3-1 خلصت للاهلي 3-1. كان طلع العكس، واللي جاب الاهداف مروان عطية وبن شرقي وحسين الشحات وكابتن محمود الخطيب ومؤمن زكريا وسيد عبد الحفيظ كانوا حاضرين المباراة. والاول مرة عمرو الجزار من ساعة ما جه النادي الاهلي كان بيلعب النهارده الشوط الاول. الحلاوه دي يا اهلي، ظلمناك يا اهلي. ما انا استغربت اقسم بالله، قلت هو الاهلي خسران من زد 3 ازاي؟ اقسم بالله يا اهلي ازاي بجد والله العظيم. اهلي الدوري يا اهلي، الدوري يا يست رب والنبي. ما انت بتعمل عظمه اهوت في الوديات، مالك بقى ومال الرسميات بجد والله العظيم. الدوري يا اهلي، الدوري يا اهلي. المباراة الودية التي جمعت ما بين النادي الأهلي ونادي الزد بنتيجة 3-1 للنادي الأهلي. دلوقتي في شوية زملكاوية مدلسين لا يفقهوا شيء عن كرة القدم غير ان هي مدورة، ما يعرفوش حاجة عن كرة القدم غير ان هي مدورة. داخليني في الكومنتات في الفيديو ده يقولوا لي الأهلي خسر 3-1 انت بتكذب ومش عارف ايه. طب هو يا حبيبي اهو شوبير اهو انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وصفحة بطولات اهي برضه انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وجوجل اهو برضه انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1، وصفحة اوفسايد برضه انتهت المباراة بفوز النادي الأهلي بنتيجة 3-1. فاثبت لك ايه تاني اكتر من كده؟ ده انت الزملكاوي براس بخاخه صحيح. طبعا زي ما انتم شايفين اللخبطه في الكلام، كل الناس متلخبطه مش عارفه النتيجه رايحه فين وجايه منين. كل الناس اتكلمت على ان زد فاز على الاهلي 3-1، والحقيقه غير كده ان الاهلي هو اللي فاز 3-1. طب اللخبطه دي جايه منين؟ اللخبطه دي جايه ان الاهلي في نفس التوقيت ده السنه اللي فاتت لعب ماتش ودي ضد زد والماتش خلص 3-1 لزد. فالنهارده الاهلي لعب ضد زد ماتش ودي والماتش خلص 3-1 للاهلي، فالنتيجه هي مع اختلاف الطرف الفايز. في بعض الصفحات استغلت تشابه النتائج ده ونشرت النتيجه القديمه بتاعت السنه اللي فاتت واستغلت الموضوع ده عشان تركب الترند. وفي ناس لما تدخل عشان على النت عشان تجيب النتيجه بيظهر لها نتيجه الماتش اللي فات، فده زود اللخبطه اكتر عند الناس. ولكن الحقيقه ان الاهلي هو اللي فاز 3-1، ولكن الناس بتتلخبط وفي صفحات بتتلخبط بسبب نتيجه الماتش بتاع السنه اللي فاتت. سلام.